مصريه كمان. مصريه بنت عمرو دياب، اهم سوبر ستار الوطن العربي، وبنت شيرين رضا. أنا بنت شيرين رضا. نور عمرو دياب متصدرة الترند بتصريحات مثيرة خلال ظهورها الإعلامي الأول أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم والدتها شيرين رضا، واللي بتشارك فيه البطولة في عز الظهر. نور ظهرت بشكل مفاجئ والكل ما كانش مصدق تواجدها بجوار شيرين رضا ودعمها ليها. ظهرت نور بملامحها البسيطة والهادية وتواضعها مع الكل. اتخضت لما لقت كل المصورين والصحفيين ملمومين عليها هي بس وبيجروا وراها، ويمكن اللي كان مشجعها وجود صديقها مدرب الرقص ياسين رشدي اللي كان بيحاول يبعدهم عنها. نور وياسين كلام كتير اتقال عنهم الفترة الأخيرة بوجود علاقة عاطفية بتجمعهم مع بعض، لكن شيرين رضا لما اتسألت عن الموضوع ده نفت الكلام ده وقالت هو مدرب رقص وهي عندها مدرسة رقص والعلاقة علاقة شغل وصداقة بس. لكن الفيديوهات اللي نزلوها مع بعض وكانوا بيرقصوا مع بعض فيها أو بيدربها على الرقص كان فيها كمية رومانسية كبيرة جدا بتدل على وجود علاقة بينهم، ويمكن هو اللي شجعها تنزل مصر بعد السنين دي كلها وكمان تظهر في الإعلام. لكن ظهورها أثار جدل كبير جدا حول علاقتها بوالدها الهضبة عمرو دياب. لما اتسألت من أحد الصحفيين انت بتتكلمي عربي كويس، رد ياسين وقتها وقال له دي مصرية. قال له وقتها الصحفي طبعا بنت الهضبة والسوبر ستار عمرو دياب. ردت بسرعة نور وقالت لا، بنت شيرين رضا. وطبعا الفيديو ده انتشر بسرعة جدا والكل ابتدى يسأل عن علاقة نور بالهضبة عمرو دياب، وانه واضح جدا ان العلاقة بينهم متوترة جدا. كلنا بنشوف الهضبة مع ابنائه الثلاثة كنزي وجنى وعبد الله، لكن قليل خالص لما بنشوفه بيظهر مع نور او ما بنشوفوش ابدا معاها، وصور قليلة جدا اللي بتجمعهم مع بعض. دايما بنشوف نور مع والدتها شيرين رضا وهي دايما اللي بتدعمها وبتساندها وبتقول عليها انها شاطرة وكمان بتعتمد على نفسها من صغرها. تفتكروا بقى ان نور كانت قاصدة تقول كده قدام الكل علشان يعرفوا ان مفيش علاقة تربطها بوالدها الهضبة عمرو دياب وانها بتتنصل كده من اسمه زي ما ظهر كده في الفيديو، بعكس أبناء الهضبة التلاتة جنى وكنزي وعبد الله اللي احتفلوا بعيد الأب بنشر صور بتجمعهم بالهضبة عمرو دياب.